في اطيب من المربى مع التوست الصبح. مربى الفريز من اطيب المربيات. هلا المربى الفريز عندي هون فريز تقريبا وزنه نص كيلو، وعندي هون سكر انا حطيته بالزبديه لتشوفوا قديش بدي احط لنص كيلو الفريز. عندي هي طلعت الزبديه مليانه فريز، حطيت لها تقريبا 3/4 سكر. هلا شو بدي اعمل؟ هلا بدي اجيب الطنجره اللي عندي هاي الصغيره، رح فضي هون الفريز بهالشكل هاد، ورح احط السكر فوقه بهالشكل وخلطهم شوي، قلبهم لحتى يتغلب كل الفريز عندي بالسكر بهالشكل. ورح اتركهم شي نص ساعة لحتى الفريز يطلع كل المي اللي فيه. وهي بعد نص ساعة الفريز عندي طلع المي لعب السكر. هلا بدي ارفعهم على النار، حشغل النار عليهم نار متوسط واتركهم يغلوا على مهل. وهلا شوفوا كيف طلعت عندي على وش المربى هاي زفرة المربى. هلا بدي اشيل هاي الزفرة وهلا بعد ما شلت زفرة الفريز او الريم اللي موجود على وجهه، لازم نوس تحته على الاخير. وانتبه وضلني جنبه وعم براقبه، اذا طلع عندي زفرة تانية مثل هاي لازم شيلها، ما لازم يكون ابدا موجود، والا المربى بيرجع بيخرب عندكم لما تحتفظوا فيه. وهلا وصلنا لاخر مرحلة بالمربى. شوفوا كيف صار عندي، شايفين اذا ملاحظين مبين معكم كيف حبة الفريز صارت شفافة، كيف شربت كل القطر، فات القطر لقلبها وصارت شفافة. والقطر شوفوا القطر كيف صار عندي، شايفين كيف تقل، شايفين قديش شفافة حبة الفريز بهالشكل هذا. هلا بدي طفي الغاز. وهي مربى الفريز برد عندي، صار بارد، وهلا صار وقت نعبيه بالقطرميش. شايفين كيف وقت برد كيف تماسك. الصحن هذا الصغير فرجيكم لون المربى ببين اكتر عندي. شوفوا اللون، شوفوا جمال هاللون، شوفوا التماسك، شايفين؟ ولا اروع من هيك مربى. هلا بدي افضي المربى اللي عندي هون بهيدا القطرميز. شايفين لونه؟ شايفين التماسك؟ ولا اروع من هيك. اطيب مربى فريز. اذا عجبتكم طريقتي بالمربى الفريز لا تنسوا شير ولايك واشتراك بالقناة. بشوفكم بفيديو جديد.